حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. قبل كده ما نبتدي روتين النهارده الجامد جدا، يا ريت تشتركي في القناه لو انتي مش مشتركه، وفعلي كمان زر الجرس، ويا ريت كمان تنوريني كده باللايك الحلو بتاعك، وتكتبي لي كومنت وتقولي لي انت منين عشان ان شاء الله ارحب بيكي. ويلا بقى بينا نبتدي روتين النهارده. روتين النهارده يا بنات روتين مشجع جدا جدا جدا. روتين كده هيعلمك ازاي تبداي يومك منتهى النشاط والحماس، ويخليكي تخلصي من بدري كل اللي وراكي. فيلا شغلي الفيديو جنبك وقومي خلصي الحاجات اللي لسه ما عملتهاش، او لو انت في بداية اليوم بتاعك يلا ابدأي معايا كده اليوم بمنتهى النشاط والحماس. بصوا بقى، انا اليوم ده كده قمت ابتديت بالمطبخ. المطبخ عندي كان مكركب خالص 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 زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت اول حاجه كده ان انا انضف الرخامه واشيل كل الكراكيب وكل المواعين احطها في الحوض، وابتديت ان انا اغسل الرخامه كويس جدا من اي تلزيق، اي حاجه عسل واقع على الرخامه، اي حاجه بقى انتوا فاهمين الرخامه بتبقى عامله ازاي. غسلتها كويس قوي بالاوكسي هو مخصوص يعني بغسيل المواعين، وبالليفه بتاعتي دعكتها كده دعكه محترمه كده ودعكه كويسه قوي، ونشفتها ورجعت الحاجات اللي كانت موجوده عليها. وبعد كده بقى دخلت على المواعين بتاعتي خلصتها، وخلصت كل حاجه في المطبخ بتاعي، وهوريكم بقيه الفيديو عملت ايه تاني. بس بجد الفيديو النهارده فيديو لذيذ جدا، يعني من اجمل الفيديوهات تقريبا اللي انا عملتها. كنت النهارده يا بنات عايزه اكلمكم على حاجه بجد جامده جدا حصل، يعني ترند الايام دي، وهي القبض على البلوجرز اللي هم موجودين في مصر. وانا بجد فخوره بوزاره الداخليه المصريه، فخوره بيكم جدا جدا، مجهودكم ان انتوا بجد، يعني ايه ده بجد الجمدان ده إيه الروعه دي، ايه الشغل الجامد ده، بسم الله ما شاء الله. يعني انا فخوره ببلدي وفخوره باللي بيحصل دلوقتي، ان يا جماعه فعلا لا يصح الا الصحيح. والله العظيم احنا كنا وصلنا لمرحله، الاطفال الصغيرين لو كنت سالتيهم دلوقتي الايام دي نفسك تطلع ايه يا حبيبي، كان هيقولك بلوجر زي مش عارفه فلان، لا زي مش عارفه فلانه، اصل هي معاها فلوس. طب دكتور، طب مهندس، طب مدرس، الناس اللي هم النظيفه اصحاب الرسالات في المجتمع. لا دول ما عادش بيجيبوا فلوس. ليه؟ بيشوف واحده، سوري انا اسفه يعني، مش متعلمه ونجحت بالعافيه وبالزق وجايبه بالظبط 50%، تطلع تقولك انا بقبض احسن من الدكتور انا بديله فلوس، وتتكلم باسلوب وطريقه، وهي دي اللي معاها الفلوس. فبجد كون ان وزاره الداخليه المصريه تقبض عليهم و... و... ويبداوا ان هم يوقفوا المهزله دي، فاحنا بجد في نعمه من عند ربنا بجد والله العظيم. كده هنرجع تاني. شوف يا حبيبي، وعرفي بقى ابنك وعرفي بنتك، شوف دول مصيرهم ايه، وشوف الدكتور والمهندس والمدرس قاعدين في قيمة كبيرة ازاي. لازم نرجع المفاهيم الصحيحة يا بنات، لازم نعلم ولادنا المفهوم الصح. ذاكر عشان تنجح، ذاكر عشان تكبر وتبقى اشطر دكتور، اشطر محامي، اشطر مهندس، اشطر كده. لازم المفاهيم دي ترجع تاني. احنا كنا على ايامنا، يعني انا عندي 36 سنة، على ايامي كان الواحد بيدفع الدم في الثانوية العامة ويذاكر ويتعب ومش عارف ينام ولا يقوم وهو عمال يذاكر عشان خاطر ان احنا نجيب مجموع وندخل كلية محترمة. واللي ما لحقش كلية محترمة برضه نجح في مجاله ايا كان مجاله. نجار شاطر، النجار الشاطر يعني ده حاجة محترمة جدا جدا جدا. كونك مثلا ان انت مش قادر تمشي في التعليم، فانت اكيد متميز في حاجة تانية، اكيد بنتك متميزة في حاجة تانية، اكيد شاطرة في الخياطة تطلع مثلا ديزاينر كبيرة. ونموا الحاجات الحلوة اللي عند ولادكم، وعرفوهم وفهموهم اللي بيغلط مصيره ايه، اللي بيغلط نهايته ايه. مش كل حاجة الفلوس ومش كل حاجة ان احنا نجيب فلوس وخلاص. الفلوس مش كل حاجة، الفلوس مش هتعملك بني ادم محترم، لكن انت كبني ادم محترم تقدر ان انت تجيب احسن فلوس واحلى فلوس، تبقى مستمتع بيها ورافع راسك كده ان انت محترم، سواء نجار سواء سباك سواء ايا كان. اهم حاجة ان انت بتكسبها بالحلال، وان انت قادر تعيش وتحسن مستواك بالحلال. لكن بصراحة اللي كان انا والله العظيم يعني بدون ذكر اسماء، بس يوم نتيجة الثانوية بتاعتها
وهي بتقول ان هي تدخل طب. انا قلبي اتحسر على واحده تانية طفحت الدم وذاكرت وتعبت وفرقت مثلا على كليه الطب نص في المية 1%. دي هتعمل دي مثلا خلاص مش هتدخل طب، وتلاقي واحده زي دي دخلت طب. ايه احساسها؟ ايه احساسها؟ والله العظيم يا بنات انا قلت الكلام ده، قلت في بنات اكيد هيجرى لها حاجه، لكن لطف ربنا ورحمة ربنا عدل ربنا ان الاشكال دي ما تكملش. الاشكال دي ده ما اسموش نجاح، كل واحد ياخد جزاؤه. علموا ولادكم لا يصح الا الصحيح. فعلا بجد والله، لان احنا كنا في وضع صعب جدا واشكال صعبة، وكل الاطفال دلوقتي خلاص عايزين يبقوا بلوجرز، لان هما دول اللي معاهم الفلوس. نعلم بقى ولادنا ان الفلوس جايه من الطريق مش صح، وخلاص نهايتهم بقت وحشه. بس يا بنات بجد الموضوع ده كان مؤثر فيا جدا، كنت حابه اتكلم فيه قوي، لان فعلا انا فعلا يوم نتيجه الثانويه العامه انا قلبي كان وجعني على البنات اللي تعبت وذاكرت، وفي الاخر واحده فاشله تطلع تقولك كان هدخل طب، ويجي لها هدايا عربيه مش عارفه بكام الف، ومش عارفه ايه ده. امال الاوائل فين؟ امال اللي طلعوا الاوائل على مدارسهم ليه ما يجيلهمش عربيه ب400 الف و600؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ فالحمد لله رب العالمين. آه، انت بقى لو وصلت لغايه هنا يا ريت تحطي اللايك الجامد بتاعك وتعرفيني ان انت كملتي الفيديو للاخر، وقولي لي موقفك ايه. يعني ايه، اكيد كلنا فرحانين، اكيد محدش ليه موقف تاني اصلا. انا شايفه كل الناس على الفيسبوك حرفيا يعني مزقططين كده مزقططين. فده الصح يا بنات، ده الصح بصراحه مبسوطه قوي. بصوا بقى، هنا كنت خلاص غسلت المواعين وكنت بادئه يومي كده يعني من بدري قوي، من حوالي الساعه 7:30 الصبح. قمت وخلصت تنظيف المطبخ وتنظيف البيت. ما وريتكمش بقى ان انا البيت كله روقته، وكنست الارض ومسحتها ورتبت ونظفت. بصوا خليت الدنيا زي الفل، مخلصه كل ده الساعه 10 الصبح. الساعه 10 الصبح كان خلاص البيت عندي كان زي الفل بصراحه. فاللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، دمها نعمة كده واحفظها من الزوال. طبعا يا بنات مش هفكرك وانتي بتشتغلي كده في البيت بتاعك دايما كده تذكري ربنا، وتكوني كده لسانك رطب كده بذكر الله، وما تنسيش برضو تصلي على النبي كتير، لان الصلاة على النبي بتجلب الرزق وتجيب لك خير كبير قوي بجد يعني متتخيلوش. وكون مثلا بتذكري ربنا او بتصلي على النبي انت بتدفع عنك اذى كبير جدا جدا جدا. وهنا بقى يا بنات كان عندي كده غسيل على الكنبة كان عايز يتطبق. بصوا كان غسيل كتير وبصراحة تعبت قوي قوي في تطبيقه، بس طبقته بقيت شطورة وحلوة هو أمورة، وطبقته وخليته تمام التمام وعينته كمان في مكانه عشان تعرفوا بس ان انا شاطرة. بس فقرة الغسيل ما خلصتش لغاية كده، كان في كمان كومة غسيل او دورة غسيل كانت طالعة من الغسالة وكان لازم انشرها. فبقول لكم يعني ان الغسيل ما بيخلص. بعد ما خلصت بقى النشير قلت اكل الاوتفيت اللي انا هنزل بيه. واخر حاجه معاكم النهارده في فقره الفيديو القهوه القمر دي، ان انا شربت القهوه بتاعتي ونزلت شغلي وبدات يومي، وهنا يكون الفيديو خلص.